السلام عليكم ايتما سويتما ما مش سجام نتمني غتيرين مليح. مبروك عواشركم. نهارا كيون نبارطاجي اجل الكيكات تصبحان تزد هشيشه وبنينه. كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. كيف العاده فيديو دائما غيكون بالامازيغيه والدارجه المغربيه. غنشارك معكم واحد الكيكه كتجي زوينه ومهويه ومخوخه من الوسط. كيكه ديال زمان اللي كانوا كيصايبوا لينا والدينا، مكونات بساط ولكن زوينه بزاف في المذاق ديالها. عندي 3 ديال البيضات غريدانيتين، رقيق 3 متجارين، كاس ما كاملش ديال السكر، يعني حطيت غير حركه مليح، غسل الباطور اليدوي. بعد ما نحركها او نطربها مزيان عاد نضيف كاس لارب. ما درتش بزاف ديال الحلاوه، كاس لارب. ديروا هاد المقادير اللي عطيتكم راهم مضبوطين، غتصدق لكم كيكه طوب. ييغ ركاس الاربع نسكا سنيده، يعني يثغي المكوناتك ونبارطاجي وتطراب 3 دقائق. كنطربوها 3 دقائق باش كتجي مهويه من الوسط ضروري، سواء بالطراب اليدوي او الكهربائي. ادير شويه نرمرح. نفس ركاس ادقر الزجت قطع باغ، ركاس لارب ومعلقه ديال الخل. بغيتو تضيفوها ما بغيتوهاش بلاش. راه خص نقص تا غنجاش نرخدج تساهم السرايت. مروه تخصمش بلاش، يعني مروه ما تجيش. نشي غدايس ياغورت بيرلي، درت فيها هاد الياغورت بيرلي، ولكن هادشي فقط اختياري. بيرلي راه غالي شويه، ولكن المذاق ديالو كيجي زوين مغير على الياغورت النمطي المعتاد اللي هو ديال الفاني اللي كنصاوبو به ديما، كيعطي مذاق زوين بزاف. وهكا غادي نستمر في التحراك باش نضيف باقي المكونات. من بعد غادي نضيف دقيق. من بعد ما الطرب مليح، هذا سياخ الدقيق رقاغ الفرص، ومن بقى الفرص تكمل غاميه تطراب. الكيكايه يغت شوي تفسوس وتيغش تذكر. هاد الكيكه ما درتهاش ثقيله، درتها خفيفه. دائما الدقيق عينك ميزانك، هذا يعني شويت، يعني بحال يويايد 8 نركيسان تقريبا. هاد الكميه غادي تعطيني 2 كؤوس ديال الدقيق. من بعد ندير 2 خمارات، هذه 2 تخمارين. توغيي الفاني خمس وارو سامح نتاي القغلوخا كيف معليش، ويعني ويس نقيس والو. الفاني نسيتها ضفتها حتى الاخير. اما بالنسبه للقشور ديال البرتقال درتو عمدا، خليتو حتى التالي. ما بغيتوش مع التحراك يذوب كاع، بغيتو يبقى هكا الطريفات. حكا يجن تلشينت الطمقرانت جيخت حتى لنكارو نعماده حما هذا سقي مني، يعني تبانت كلشي الديكور صافي. واخا هاد غادي المولات تسيد فوق او فوق. غادي ندخلها للفران. كنتمنى تجربوها، متأكدة غادي تعجبكم. كيكة يعني بسيطة في المكونات، موجودة في كل بيت، ولكن راه كتجي بنينة وكتجي خاوية ومهوية من الوسط. جربوها بنفس المكونات اللي عطيتكم واللي بارطاجيت معكم. تمني غتجاربهم، متأكدة او تعجب، ولكن الكمية لون وشيغ نفس المقادير. وخا تسيد فوق غوفران من بعد كيون بارطاجي النتيجة النهائية. وها هي الكيكه وجدات. عندي هاد المول ما كيلصقش. بالنسبه للمول كتخدم من تخصم، سواء دائري سواء دزيره او باي شكل خصم. دائما المول كيبقى مساله اختياريه، سواء طويل دائري مثقب في الوسط مورد كيف بغيتو نتوما. ها نتوما راه كتجي كيكه خاويه من الوسط، راه غير سخونه، ما بغيتش نبرك عليها بزاف باش يعني باش ما يضيع لهاش الشكل. من بعد يلاه دهنتها بكونفيتير
ورشيتها بالفيتينغ. من بعد دهنت سكوفيتيها عشخت الفيتينغ بقات تسنمس. التزيين يطغيما اختياري، زينس ممش تخسم، زوقت ممش تخسم. هاكي ونقصر إجن المورسو حما التخزام. وهذه هي النتيجة النهائية. نقطع معكم مورسو، هو هذا كي قلت لكم راه كتجي مخوخة لداخل. وهذا الشكل النهائي. نتمنى الفيديو يعاون يعجب ويتتوشا بارطاجا ثاق الحباب للاصدقاء نوهم. وشكرا خيفوتان دايد دعامن. كنشكركم بزاف الناس اللي تابعوني حتى لاخر الفيديو وكيدعموني. وهذا هو الشكل اللي انتم كتشوفوا. كذا غتعجبكم. الى اللقاء، الى فيديو جديد، وصفة جديدة كالعادة.